النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كباب الحلة القديمة اللي كلنا اتربينا عليها، وبطريقة سهلة وبسيطة ومن غير بقى سلق لحمة ولا فرن ولا أي حاجة. تاكليها بالعيش أو بالرز تجنن في الحالتين. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. لكل كيلو من اللحمة كيلو من البصل، بقطعه شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. أهم حاجة البصل يبقى شرايح رفيعة، وما تقلقيش من كمية البصل، مش هتلاقيها موجودة خالص. في طاسة بقى سخنة على النار بحط معلقة كبيرة من السمنة لما تسيح، وبعدين انزل بقطع اللحمه اللي متقطعه مكعبات، لا هي صغيره خالص ولا هي كبيره، لحد لما تاخد لون. ما اقلبش فيها كتير عشان انا مش عايزه اللحمه بتاعتي تنزل ميتها. اول بقى ما اللحمه تاخد لون كده جميل، بنزل بنص كميه البصل بتاعي واقلب كويس لحد لما الاقي الميه بتاعت البصل بدأت تنزل. اضيف بقيه الكميه التانية للبصل واقلب كويس قوي مع بعض. هيبدأ بقى الكلام ده كله ينزل ميته جميل كده. اضيف بقى البهارات بتاعتي، مش كتير، بهارات بسيطه خالص، ملح وفلفل وقرفه والسبع بهارات، 3 فصوص من الحبهان وورق لوري. اقلب بقى مع بعض كويس خالص الكلام ده كله لحد لما يندمج مع بعضه، وبغطيها. انا في الخطوه دي مش بزود ميه، بسيبها تستوي في الميه بتاعتها. لما تشرب بقى الميه بتاعتها دي بزود لها ميه سخنه مغليه، وشرط ميه سخنه مغليه عشان ما توقفش سوى اللحم. بيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. ولا ضفنا بقى اي صوصات ولا حاجه، اللون طبيعي منه فيه. ومع الرز بشعريه وصفه خطيره وريحتها هتوصل لاخر الشارع. والف هنا وشفا على قلبكم. ما ننساش المتابعه واللايك والشير.